سنوات. وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان ندوة بعنوان حقوق الإنسان 365 يوما. حقوق الإنسان 365 يوما في السنة هو الشعار الذي اعتمد لهذا العام للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تأكيدا على أن كل يوم من أيام السنة هو يوم حقوق الإنسان، وهو ما حمله عنوان الندوة التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بهذه المناسبة. خطوات عديدة وجيدة على مستوى التشريعات والسياسات وأيضا الممارسات. ما زلنا في الطريق. أنا بعتقد أن الإنجازات المنجز الوطني كان جيد جدا إلى حد ما، ولكن هنالك جملة من القضايا والتحديات ما زالت على أرض الواقع. بنتأمل الآن ويعني هنالك حراك حقوقي ممتاز ضمن مستويات عديدة، مستويات رسمية وغير رسمية، منظمات مجتمع مدني وأيضا مركز وطني لحقوق الإنسان عم تشتغل من أجل خطة وطنية لحقوق الإنسان. الأردن حقق إنجازات عديدة في مجال احترام حقوق الإنسان، فسن التشريعات والقوانين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وكان سباقا في التوقيع والمصادقة على المواثيق والصكوك الدولية التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان. الحكومة تعمل على مجموعة آليات وضمن سلسلة إجراءات حكومية قامت عليها بهذا العام، من غاياتها تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأيضا يعني تأسيس منهجية تنسيقية دائمة للتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على المستوى الحكومي. لدينا جدية، نبتعد عن الترف والمباهاة والاستعراض، ندخل في صميم العمل الأساسي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وهذا توجيه ملكي للحكومة. الحكومة جادة على صون كرامة الإنسان. وتضمنت الندوة التي شارك بها المعنيون بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وناشطون في مجال حقوق الإنسان مواضيع حول حق الإنسان في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المرأة والحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام. اللجنة السابقة واللجان السابقة جميعها كانت تعمل دائما وأبدا لدفع عجلة الخير في الحرية في هذا البلد إلى الأمام، كما يطلبها جلالة القائد وجلالة سيدنا في كل خطاباته، وأخص بالضبط الأوراق النقاشية الخمسة اللي أرسلها جلالة سيدنا للشعب الأردني، اللي يطلب فيها الحرية ويطلب فيها الديمقراطية ويطلب فيها دعم الجميع المؤسسات لاحترام الرأي والرأي الآخر. ويشار إلى أن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وثيقة دولية أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 من شهر كانون الأول من عام 1948، ويعد أول إعلان عالمي إنساني يحدد المبادئ الأساسية في مجال حقوق الإنسان. إيناس الكايد، التلفزيون الأردني. عقدت عدة لجان